قال سمعت النبي يقول وساق الحديث. الله أكبر. وكلمة في سبيل الله إن شاء الله برحمة الله هي أوسع من أن تكون خصوص الجهاد في سبيل الله. الحديث الصحيح المشهور أيها الإخوة رواه أبو هريرة وغيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا رجلا عند الثنية خرج، في رواية عند ابن أبي الدنيا وغيره كتاب العيال، كان شابا جلدا قويا يرعى إبلا له، شاب طول وعرض ما شاء الله. قال فقلنا لو جعل هذا الشاب شبابه وقوته وجلده في سبيل الله كان خيرا له، لو راح يجاهد أحسن له برعى إبل قاعد. فقال صلى الله عليه وسلم وترون سبيل الله، أو قال لا ألا ترون سبيل الله إلا القتل؟ قال هو القتل فقط إلا القتل؟ لا، عندكم من يموت في الجهاد هو فقط هذا في سبيل الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم استتلى قائلا من سعى على أبويه فهو في سبيل الله، ومن سعى على أولاده فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. كل هذا في سبيل الله إن شاء الله. فأنت إذا أعملت قدميك في سبيل الله، إذن في الجوع إن شاء الله وفي غير ذلك بإذن الله تعالى، هذه الأقدام تغبر في سبيل الطاعة لن ترى جهنم إن شاء الله تبارك وتعالى. عتق من النار أيها الإخوة، عتق من النار. في حديث سلمان من فطر فيه صائما كان عتقا له من النار ومغفرة لذنبه، ومن خفف فيه عن مملوكه كان عتقا له من النار. فيا ليت يحذقها المديرون ورؤساء العمل وأصحاب الشركات أيها الإخوة، حتى الأساتذة في المدارس فيخففوا عمن هو في ولايتهم. خفف عن العامل عندك، عن الإنسان المسكين الذي يرتزق بسببك ومن طريق، خفف عنه بإذن الله. النبي يقول يكون هذا عتقا لك من نار جهنم. أبواب العتق يا إخواني كثيرة جدا، نسأل الله أن يصيبنا شيء منها، وأن نصيب شيئا من هذه الأبواب وندخل منها إلى رحمة الله العامة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه.